بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نتمنى من الله تعالى تكونوا بخير وعلى خير وانتم في أتم الأحوال. الناس اللي كيتابعوني في القناة على القولون العصبي، اليوم لكم واحد الموضوع مهم بزاف، واحد الحاجة حتى هي اللي عشتها وعذباتني وكرفصاتني وبكاتني، اللي هي تأنيب الضمير، الإحساس بالذنب اللي كيفوت الحد ديالو، فات الحد، يعني حاجة مرضية. تأنيب الضمير ضروري يكون، الا ما كان عندنا وما كيأنبنا ضميرنا راه حنا مرضى، والا كان تاني فات الحد ديالو راه حنايا مرضى. علاش كندير هاد المواضيع هادو؟ لان القولون العصبي هو تركيبه في العلاج، وكذلك تركيبه في الاسباب ديالو. القولون العصبي لما عالجتيه روحانيا باليقين في الله، ونفسيا بتخدمي على انك تغيري بحال هاد العادات، وكذلك بتغيري التغذيه ديالك، لان حنا كنحسوا بثلاثه د الحوايج: الدماغ ديالنا كيترون، الجسد ديالنا كيعطينا اعراض، اضطراب في كل شيء. فلذلك هو كيبي هاد التركيبه هذه، وهذه راه ما غتلقاو حتى حد يقولها لكم الا اللي مجرب. الطبيب غادي يقول لك قدي ما اكلتك ويعطيك مهدئات، الراقي غادي يدير لك الرقيه فقط. المهم كل واحد يعطيك واحد الحاجه، يعطيك واحد العلاج، ولكن نتيا بالضبط اللي غتكوني واعيه بالمرض ديالك وفاهماه، ديري هادو كلهم ان شاء الله، وغادي تغلبوا على هذا المرض وغادي تعيشوا احسن وافضل مما كان. فانا كنفضل دابا حال الحياه ديالي حاليا، كنقول دابا افضل ليا مني فاش كنت باقيه صغيره بزاف وكان الشباب وما قدرش نتمتع براسي، لان ما كنتش واعيه، ما كانش عندي وعي بهذا المرض هذا. لذلك كنحاول نوعي الناس، وكنحاول نوعي اللي مريض به، تنقول لي راه كاين الحل، وراه تقدروا تخرجوا من هذا المرض بالاراده وبالعزيمه وبتوعوا به، وما تجلسوش مكبلين وتضيعوا الحياه ديالكم. راه كاين الحل. الا ما قدرتوش ديروا الحل هكا وتخدموا على راسكم، راه ديك الساعه الانسان كيلتجئ للادويه والعلاج النفسي. المهم هو الواحد ما يضيعش حياته. اليوم غنهضر على تأنيب الضمير، وما تصحابوش هين. تأنيب الضمير من اصعب الحوايج اللي كيعذبوا الانسان. كتلقاو شحال من واحد متدين كيعبد الله، الصلاه في الوقت، الامور كلها مزيانه، ولكن كيعيش الاداب. علاش؟ لان الشيطان لعنه الله عليه كيدخلوا من هذا الباب هذا، هو كيبغي يفسد عليه اي حاجه ما تعطيش طمانينه. ها هو كيعبد الله مزيان ولكن ما مطمئنش، لان ابليس كيدخلك من هذا الباب هذا، الشيطان كيدخلك من هذا الباب وكيعطيك هاد التأنيب هذا. وهاد التأنيب عباره عن عدم الثقه في النفس، فكتولي ما تيقاش في راسك، كتولي تأنبي راسك على اتفه الحوايج. وهذا انا يمكن الحاجه اللي كتبكيني في الماضي ديالي الا تفكرتها، هي هاد الطريقه اللي كنت كنعيش بها. كنت كنعذب راسي على اتفه الحوايج. الا كاين شي حوايج ذكرتهم لكم دابا والله العظيم ربما تضحكوا عليا. الا كنت انا كنأنب راسي على، مثلا نعطيكم مثال، كان الا جا عندي ضيف كنبذل اقصى ما في جهدي باش داك الانسان واخا يجلس عندي حتى اسبوع باش نراضيه، باش يمشي راضي من عندي. ومع ذلك كيجيني تأنيب الضمير. كيمشي هذاك الضيف وكنسد الباب، اول حاجه كيجيني ابليس لعنه الله عليه: واش عنقتيهم مني بيمشيو؟ واش بستيهم مزيان؟ واش حسوا بك راكي ما سخيتيش بيهم؟ واش والله العظيم على ما اقول شاهد. وانا داكشي كله خارج من قلبي، انا كان نحب هذوك الناس اللي جاو عندي والضيف، وكنعرف ان الضيف راه شي حاجه، وخصوصا كيكونوا اقارب ديالك وهذا. ومع ذلك كيجيني داك التأنيب كيعذبني، كيخليني بحال ما درت والو، كيبين لي كاع داكشي اللي درت راه ما درت والو. واش هذا ماشي مرض؟ ماشي فات الحد ديالو؟ كاين بعض المره كيأنبني ضميري على شي حاجه، مثلا بخصوص مثلا حاجه اللي حرم الله تعالى. مشيت المجمع، جلسوا الناس جبدوا الهضره، هضروا في شي حد، ربما شاركت بشي حاجه اللي كتعرفوا انسان راه كيبقى انسان. بعض المره ما نكون كاع شاركت، غير سكت وسمعت. ايوا راه مني غنجي لداري ومني غيفوت هذاك الشيء غادي نقعد نأدب في نفسي ونعصرها. وهذا راه ماشي ايمان. الايمان هو انني هذيك الحاجه، داك الغلط، عرفت راسي غلطت وخصني نحاول نصلحو، نتوب منه، نبدلو، نكون خدامه عليه. انا في نيتي خصني نغير راسي، ماشي كنقعد نأدب. التأديب ديال النفس كيخليك كيصيبك الاحباط وما كتنجزي حتى حاجه في حياتك. لا غتعبدي الله مزيان، لا غادي تخدمي حياتك مزيان وتكوني منجزه فيها، لا حتى شي حاجه. علاش؟ بهاد المسائل هادو. وهاد الحاجه الا وعيت بيها وخدمت عليها انني نغيرها، نبدلها في راسي، نقلبها للايجابيه. مزيان تكون الحاجه اللي درتها غلط نقول هذه غلط، ولكن نقلبها للايجابيه، انني
ناخذ الحياه ماشي كتخاد بجديه كل دائما، ناخذها انا تحدي، ناخذها لعبه. هاد الحاجه غادي نعرف كيفاش نتحكم فيها، هاد الحاجه غادي نعرف كيفاش نبدلها في راسي. هذا الا درت شي غلط ماشي بحال هاد الاغلاط اللي ذكرت لكم دابا، ما خليت ما درت على الانسان وبدلت مجهود في الاخر تجيني الوسوسه انني ما درت والو، وكون هي درت وكون هي ما درت وكان عليا ندير. اللي عنده هاد القضيه هادي وخصو يقلب عليها ويلقى راسو راه عنده داكشي زايد فات الحد ديالو، راه يعرفها من بين الاسباب اللي كتسبب لك القلق وكتعذبك وكتعيشي انسانه مهزومه في الحياه ديالك. كنتمنى انني نكون في هاد الفكره هادي وصلتها لكم مزيان. وهاد الفيديوهات ديالي راه ما كنعطيهمش لكم كانني جايبه لكم كنعطيهم للناس باش نقول لهم راه هاد الفيديوهات غادي مثلا يعالجوك ولا غادي لا. هاد الفيديوهات هما اللي غيخلوك تعرفي الحقيقه. ملي تكتشفي في راسك مثلا هاد المشكل تعرفي الحقيقه، ولكن سيري خدمي على راسك، بدلي هاد الحاجه فيك، عرفيها راه خطا وغلط. الله سبحانه وتعالى ديما نعاودها يحب المؤمن القوي، والمؤمن القوي ديما عنده العزيمه وعنده الامل ان غدا غيكون حسن. وخصنا نوعاو بواحد الحاجه اخرى، شتي الماضي راه دغيا كيتكون عندك الماضي، هاد النهار داز راه كيولي ماضي، ما كيبقاش ينفعني في والو. كينفعني الا درت فيه شي انجاز، الا درت فيه شي حاجه مزيانه. ما دوزتو انا غير قاعده وكنخمم وكنقول انا ري وكان عليا وكون هي درت وكون هي ما درت. اذا انا شنو استفدت؟ حتى شي حاجه. ديما كندير التراكمات ديال الفشل في حياتي بسبب شي حاجه اللي غير ما وعيتش بها، غير ما كانش ليها واعي. فتأنيب الضمير مزيان يكون، ولا ما ان ضمير راه حنايا العياذ بالله اللي جعلنا من هذوك الناس. ولكن مني يكون الحاجه فات الحد ديالها نوقف ونغير هاد القضيه هذه ونبدلها للافضل والاحسن، ونولي انسانه عوض فاش نقعد نخمم ونقعد نعصر في راسي. نمشي ديك الحاجه نبدلها فيا غير بالضحك واللعب كنقولوا، بلا ما نشد ونحس براسي انا. راه كاين شحال من واحد معذب راسو شاد في نفسه انه هو راه ما كيغلطش ولا ما خصوش يغلط. شوفوا الكمال لله، وهذه هي مشكله الموسوس، باغي الكمال. الكمال ما كاينش، لا يوجد الكمال في هذه الحياه. الكمال لله عز وجل. الحياه كل ما تقبلتها بان فيها الصالح والطالح، بان فيها الحزن والفرح، بان فيها المرض والعفو، بان فيها الحياه والموت، الا تقبلتها هكا راه كنعيش مرتاحه. الا بقيت رافضه وكنقلب على الكمال في كل شيء راه كنعيش مأدبه. فهذه هي الخلاصه ديال الهضره. وكنتمنى نكون فتكم في هذا الفيديو ان شاء الله، والى فيديو قادم.